بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شركة العميد حسام حسن جايين نتكلم النهاردة إن شاء الله رب العالمين عن جهاز البصمة الهيك فيجن وبرنامج الاي في ام اس. أول حاجة طبعا دي واجهة البرنامج بتاعتنا. أول حاجة المفروض بنضيف البصمة عن طريق الديفايس مانجمنت. المفروض احنا ضفناها خلاص، بنبدأ نخش على الأشخاص بتاعتنا بيرسون. المفروض نبدأ نضيف نعمل طبعا اسم الشركة بتاعتنا هنا، وطبعا الأقسام بتاعتنا زي ما احنا عايزين أي قسم احنا عايزينه. طب لو عايزين نضيف أقسام تاني هنخش على العميد مثلا، ندوس هنا وبعد كده نقول له اد، بيبدأ يضيف قسم معانا. طب لو عايز أخش أنا جوه قسم الإدارة مثلا، أحط قسم تاني، بقف عند الإدارة وبعمل اد برضو بيخش. ده يعني ده حاجة تابعة للإدارة. طبعا بعد ما جينا مثلا لو دخلنا مثلا على القسم ده وعايزين نضيف أشخاص فيه، نخش عليه وندوس اد. أهم نقطة عندنا هنا كده اللي احنا لازم نشيل الأصفار دي كلها، وبعد كده نكتب الاسم هنا اللي احنا عايزينه، اي اسم احنا عايزينه. طبعا بتدعم العربي والانجليزي، محمد مثلا. وننزل تحت نخش على الفينجر برينت عشان نضيف البصمه من بتاعه الشخص. نقول ريموت ونقول الديفايس ونختار الديفايس بتاعنا او الاسم اللي احنا عاملينه بتاع البصمه بتاعتنا، وبعد كده نقول له ستارت. طبعا الموظف بيروح عند البصمه ويضيف صباع مرتين عشان يحفظ البصمه بتاعته عندنا هنا على الابليكيشن. وطبعا بنقول له اد، وبعد كده نقول له اد. طبعا الشخص طبعا ضاف معانا. طبعا بنضيف زي ما احنا عايزين اي عدد احنا عايزينه، مفيش اي مشكله خالص. بعد ما ضفنا دلوقتي البصمه عندنا دلوقتي على البرنامج، عايزين نرفعها على البصمه عشان تبقى عارفاها بعد كده اما يجي في اي وقت. ندوس على الاربع نقط دول اللي هو المنيو. بعد كده نخش على الاكسس كنترول، نعمل هنا المفروض جروب، نخش على اكسس جروب اهم حاجه. بعد كده نقول له اد، نعمل جروب هنا باي اسم احنا عايزينه. مثلا انا هكتب اول مثلا اللي هو كل الاشخاص او كل الموظفين اللي عندي. اهم نقطه دلوقتي هنا دلوقتي المفروض العميد هنعمل على علامه صح، والفينجر برينت هنعمل على علامه صح، نقول له سيف. كده خلاص ضاف لنا الاشخاص دي كده في الجروب ده او في الفولدر ده. عايزين نرفع بقى دي كده في الاسامي او الفينجر برينت بتاعتنا اللي احنا ضفناها بتاعت الاشخاص دي، عايزين نبدا نرفعها على البصمه او نكون موجوده يعني على السوفت وير بتاع البصمه. بنعلم عليه وبعد كده نقول له ابلاي تو تشينج تو ديفايس. المفروض خلاص بيبدا يحمل معانا، بس طبعا عشان البصمه مش موجوده جاب لي فيلد. المفروض هو يجيب لنا ابلاي بالاخضر وابلايد كده، يبقى كل حاجه اترفعت معانا على البصمه. تاني حاجه او تالت حاجه كده معانا الشيفتات بتاعتنا، ونضيف الاشخاص ازاي على الشيفتات. طبعا نخش هنا على المنيو، نخش على التايم اند اتندنس، نخش عليها استراتيجي. بعد كده تايم تيبل. دي طبعا الشيفتات بتاعتنا في نوعين من الشيفتات، في فليكسيبل اللي هو ده في شركات ما يبقاش لها نظام معين او فيها اشخاص ما يبقاش لهم نظام معين، فبنعمل لهم شيفت الفليكسيبل دي. يعني ليه؟ عشان ممكن يجي الساعه 9 10 11 12 واحده، ممكن يجي الساعه 7 الصبح، فمالوش ميعاد معين هو يجي فيه. فبنعمل فليكسيبل دي بيعمل ايه؟ فيرست ان لاست اوت. يعني ايه فيرست ان لاست اوت؟ يعني اول بصمه ليه ده بتبقى الدخول، واخر بصمه ليه دي بتبقى الخروج. المفروض بنجيبها بعد كده نعلم عليها نقول له سيف. طب لو عايزين نعمل شيفت تاني او يكونوا في شيفتين مثلا، نضيف اشخاص على شيفت واشخاص على شيفت تاني، بنيجي هنا ونقول له اد، ما ونسمي برضو زي ما احنا عايزين. لو عايزين نسميه اي برضو اسم بنخش هنا ونسميه زي ما احنا عايزين اي اسم، ونعلم عليه مثلا نخليه بلون معين عشان كل حاجه تكون ظاهره معانا. النوع التاني من الشيفتات حاجه اسمها جنرال. جنرال ده المفروض معانا بيكون لو الشركه اللي ليها مواعيد او كل الموظفين اللي جاي مواعيد. ده طبعا الفيرست برضو ان لاست اوت نفس الكلام. ده المفروض برضو عشان نبقى عارفين ده اول بصمه للموظف بتبقى دخول او حضور، واخر بصمه يعني لو بصم اكتر من بصمه على مدار اليوم، اخر بصمه هي اللي برضو بتتسجل معانا كخروج. برضو هنا نفس الكلام في الجنرال، برضو نفس الكلام. المواعيد بتاعتنا مثلا من 9 ل5، المفروض بيبقى فيه سماحية، يعني قبل الميعاد مثلا بنص ساعة وبعد الميعاد بنص ساعة. في شركات بتعمل لحد الساعة 12 الظهر، برضو السماح ان اي حد يجي لحد الساعة 12 معانا يظهر معانا ان هو ايه، ان هو شغال برضو معانا، مفيش اي مشكلة خالص، ويظهر معانا ان هو حضور. طبعا هيجيب لنا ان هو غياب بس حضور، يعني يظهر البصمة بتاعته، وده الصح بتاعنا. طب في ناس مثلا بتبقى عاملة اوفر تايم او في ناس بتتأخر، فبنغير مثلا نخليها مثلا 20 لحد الساعة 8:30، عشان لو حد اتأخر مثلا في الشغل مع مثلا شوية ولا حاجة برضه يبقى 8:30. طب في ناس بتطلع بدري، ممكن نعمل دي مثلا نخليها 15 على الساعة 3، عشان برضه هو برضه هنا كده ظاهر لنا ان الأصفر ده دي سماحية الدخول، والأصفر ده سماحية الدخول وسماحية الخروج. بعد ما بنعمل الشيفت بتاعنا بنقول له سيف. بعد كده بنبدأ نضيف بقى، احنا كده خلاص عملنا شيفتات وضفنا الأشخاص، عايزين نضيف الأشخاص على الشيفت بقى بتاعنا.
بحيث مثلا لو في ناس بتضاف على حاجة تانية انا اي وقت تاني بنضيفها. نخش على الشيفت بتاعنا هنا، وبعد كده نقول له ديفولت بقى تايم تيبل، وبعد كده بنبدأ نضيف هنا الحاجة اللي احنا عايزينها او الايام اللي احنا بنبقى شغالين فيها، الشركة شغالة فيها. لو عايزين مثلا نعمل اي حاجة ديليت، مثلا لو يوم السبت مثلا احنا بنشتغلش او الشركة بتشتغلش، بندوس ديليت تبدأ تتدلت معانا. طب انا عايز احط الشيفت تاني او اي شيفت تاني، مثلا يوم السبت ده الفليكسيبل اهو، بنخش على ده ونحطه هنا الشيفت بتاعنا. يعني مثلا لو حد جه الجمعة او السبت، ده بيبقى يعتبر مثلا زي اوفر تايم او حاجة زي كده، ده برضه تبقى انت حاسبه. نقول له سيف. كده خلاص يعتبر كده الايام ظبطناها، حطينا الشيفتات على الايام بتاعتنا. عايزين بقى نضيف الاشخاص بتاعتنا او الموظفين على الشيفت، بندوس اساين. نبدأ بقى نجيب الاشخاص بتاعتنا هنا. لو انت الشركة كلها واحد، بنعلم على علامة بس العميد. مثلا لو ادارات، بنشيل علامة من هنا، مثلا إدارة الإدارة مثلا هي دي بس اللي هيبقى شغالة على الشيفت ده. يعني احنا بنضيف الأشخاص على الشيفت ده، ونقول له سيف. خلاص هو ضاف الأشخاص بتاعة الإدارة دي على الشيفت بتاعنا. طب أنا مثلا عايز أضيف الشركة كلها على نفس الشيفت بتاعنا الأولاني اللي احنا عايزينه، سيف. هيقول له كفر، تمام، دبليكيت، تمام، عشان في ناس طبعا متضاف على نفس الشيفت. ونقول له سيف. كده المفروض يتضاف معانا على الشيفت اللي احنا شايفينه حاليا هنا ده. لو عايزين نعمل شيفت تاني برضه نفس الكلام، هنقول له اد. كده خلاص تمام. كده عملنا ضفنا الاشخاص وعملنا الشيفتات وضفنا الاشخاص على الشيفتات. كده اخر حاجه معانا اللي هو ريبورت، المفروض اللي هيبقى عايزينه اخر حاجه في الشهر او اخر يوم في الشهر. المفروض بتقول له تايم اتندنس دي، وبعد كده تقول له ريكورد. والمفروض ان احنا بنقول له سيرش، يبدا يحفظ معانا. مفيش اي حاجه اصلا. المفروض نقول له هنا اول، بيجيب لنا البصمه، وبعد كده يبدا يسحب كل البيانات من البصمه. نقول له كالكيوليشن، كالكيوليت. المفروض يبدأ يظهر معانا الأشخاص اللي اتضافت معانا. ده كده المفروض مثلا دي التلات موظفين اللي اتضافوا البصمات معانا، والتلاتة طبعا غياب عشان محدش خالص بصم فيهم أي بصمة. المفروض بيبقى معانا هنا تشيك إن وتشيك أوت، ده الدخول والخروج. جه متأخر قد إيه برضو بيحسبها لنا. جه لو مشي بدري برضو نفس الكلام، والوقت بتاعه غاب قد ايه. ده كله حسابات كلها معانا. طب لو عايزين نعمل لها ريبورت، بندوس على الريبورت هنا، بيبدأ يظهر لنا كل حاجة زي ما احنا شايفين كده، الاسامي ودي الايام برضو معانا. وده طبعا هو غايب ولا حاضر. لو نورمال او جه بنكتب بتلاقي مكتوبة نورمال، لو غايب نقول له ابسنس. فكده الدنيا تمام. طبعا هنا بيجيب لنا الدخول والخروج، ودي طبعا الاوقات بتاعتنا. طب احنا لو عايزين نعملها في اكسل عشان نبدأ نحسب مثلا بره في اي حسابات زي ما احنا عايزين، بنقول له برنت تو اكسل، وبعد كده نختار المكان اللي احنا عايزين نحفظ فيه الريبورت بتاعنا، ونقول له ديسكتوب مثلا، ونكتب الاسم اللي احنا عايزينه، ونقول له سيف. كده يحفظ الريبورت ده هناك. طب لو احنا عايزين ريبورت بأي طريقة تانية زي ما احنا عايزين، في اكتر من نوع من الريبورت هنا موجودين معانا في اي وقت ممكن نعملها. بنخش مثلا على الفليكسيبل دي كده اتندنس، وبعد كده نختار من هنا الاشخاص، وبعد كده من هنا نختار التاريخ بتاعنا اللي احنا عايزينه من امتى لامتى، مثلا من يوم 1 ليوم 21، ونقول له ريبورت. يبدأ يظهر معانا برضو نفس الريبورت، زي ما احنا شايفين برضو الاسامي بكل حاجة برضو معانا، تشيك ان وتشيك اوت والحاجات دي كلها. طب لو عايزين ديلي، الديلي بنخش على الديلي برضو نفس الكلام. اهم حاجة نتأكد ان الاشخاص اللي احنا عايزينها، ونتأكد من التاريخ، ونقول له ريبورت. برضو نفس الكلام اهو، كده كل حاجة موجودة معانا، الحالة بتاعته، الريكورد بتاعنا، تشيك ان وتشيك اوت، كل حاجة زي ما احنا عايزين. والكالكيوليشن برضو معانا، لو احنا عايزين نشيل اي حاجه مثلا نو شيفت، لا خلاص دي تشيك. الحاجات دي اللي احنا مش عايزينها تكون موجوده في الريبورت بتاعنا، برضو من هنا ممكن نشيل الحاجات اللي احنا عايزينها كلها. نقول له اوكي اوكي، وبعد كده نقول له ريبورت. كل حاجه برضو ظاهره معانا، تشيك اوت وتشيك ان، ونشيل الحاجات اللي احنا عايزينها كلها. شكرا. وشغالين طبعا ان شاء الله رب العالمين في الاكسس بوينت والكنترول عموما والاي تي. لو في اي حاجه تحت امركم في اي استفسار.